السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنتهي غرائب النصرانية، ولا تنتهي منكرات النصرانية، ولا تنتهي الأمور التي يتفرد بها النصارى من بين جميع الأديان. ومن غرائب هذا الدين دين النصارى، دين الكتاب المقدس، من غرائبه التي تصدم القارئ وتجعله يرتاب أنه يقرأ كلاما مفهوما، أن يجد في هذا الكتاب جماعة المقدسين يشتمون الرب سبحانه وتعالى وينكرون عليه بحدة وشدة. طبعا لماذا لم يشتهر هذا الأمر بين الناس؟ هذا سؤال شرعي. لماذا لم يشتهر القول إن الكتاب المقدس النصراني يضم شتائم للرب؟ سبب ذلك أن النصارى لا يقرؤون كتابهم، بالإضافة إلى أن النسق الأدبي في هذا الكتاب نسق مشتت مشوه، فليست هناك حالة من السلاسة كالتي تجدها في كتاب الله القرآن الكريم، وإنما تجد مرة لغة شعرية، مرة قصصية، مرة أرقام كثيرة تشتت ذهنك، فلا تستطيع أن تقرأ وترى حقيقة ما في السطور، دعك مما بين السطور. إذا قرأت الكتاب المقدس بعين مبصرة دون أدنى تكلف فستعجب، كما عجبت أنا وكما يعجب غيري، أن تجد أن الأنبياء والمقدسين في الكتاب المقدس يشتمون الإله ويقولون له قولا عظيما. وهذا أمر ولا شك يدل دلالة قاطعة أن هذا الكتاب ليس من عند الله، وإن كانت فيه آثارة بقية من كتاب الله، لكن صيغته الحالية ليست من عند الله سبحانه وتعالى، خاصة التوراة، الكتب الخمسة المنسوبة إلى موسى عليه السلام. تقرأ كلام بشع شديد منكر. طبعا هذا الكلام الذي أقوله يجب أن نتفق في أول الحديث على مسألة. قبل أن أعرض النصوص يجب أن نتفق أنا وأنتم أن كل كتاب فيه عدوان على كمال الرب سبحانه وتعالى وقلة أدب في الحديث مع الرب المعبود الخالق سبحانه وتعالى، كل كتاب في هذا الكلام إما أنه ليس من عند الله، أو أن هذا الجزء، المقطع، السفر، الفصل، العدد ليس من عند الله. يجب أن نتفق على هذا الأمر قبل ذلك، حتى يأتي إنسان ويقول لا ويبدأ في تأولاتها الباردة. إذا كنا نقول إن الرب سبحانه وتعالى كامل الذات كامل الصفات، ثم نقبل أن يرسل إنسانا ليبلغ عنه وأن يوصف هذا الإنسان في هذا الكتاب بأنه معصوم أو قديس أو كامل الصفات، ثم يأتي هذا الإنسان بقول منكر يشتم فيه الرب، هذا تضاد تناقض في صفات الرب سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذا اتفقنا في بدء الأمر على هذه المقدمة البديهية التي أشك أن يجادل فيها حتى عباد الأوثان الذين ينسبون إلى آلهتهم كثيرا من الصفات البشرية، إذا اتفقنا على هذا الأمر علينا عندها أن نتعامل مع النصوص التي سأسردها معاملة هادئة بصيرة تريد الحق لا ترجو غير الحق. سننظر الآن في مجموعة من النصوص التي يشتم فيها الإله بعبارة صريحة في الكتاب المقدس النصراني. نبدأ مع أعظم أنبياء الكتاب المقدس، وهو طبعا عند اليهود موسى عليه السلام. موسى عليه السلام النبي العظيم الذي لم يبعث رجل مثله. ماذا يقول في سفر العدد؟ يقول موسى عليه السلام في سفر العدد الفصل 11 العدد 11 و12، يقول موسى عليه السلام: لماذا أسأت إلى عبدك؟ لاحظ، الإله يقول لموسى عليه السلام، أو موسى عليه السلام يقول للإله: لماذا أسأت إلى عبدك؟ ولماذا لم أجد نعمة في عينيك؟ أي فضلا، لماذا لم أجد نعمة في عينيك حتى أنك وضعت ثقل جميع هذا الشعب علي؟ لعلي حبلت بجميع هذا الشعب. والله يا إخوان هذا كلام غاية في البشاعة، كلام منكر،
كلام قبيح، كلام أقرب إلى الردح الشعبي في الأحياء الشعبية بين بعض يعني الناس من سوقة الناس، حتى طبعا الطبقة المخملية كما يقال، وأصحاب الأحياء الراقية يقعون في هذا الأمر، يعني سفلة الناس في الأحياء الشعبية وسفلة الناس في الأحياء الراقية ماديا يقعون في هذا الأمر يعني. فيقول له، يوبخ الإله ويقول له، يعني عارف اللغة الشعبية ماذا يقال؟ يقال هنا النساء ربما إذا أردنا أن يشتمن يقول هو أنا خلفتك ونسيتك. فهذا نفس الكلام. موسى عليه السلام هنا ينسب إليه أنه يقول ماذا يقول؟ يقول ألعلي حبلت بجميع هذا الشعب، أو لعلي ولدته حتى تقول لي احمله في حضنك كما يحمل المربي الرضيع إلى الأرض التي خلفت لآبائه. ماذا يقول موسى عليه السلام هنا؟ قد أسأت إلي وحملتني مسؤولية لست أنا مطالبا بها، أنت الذي خلقت، عياذا بالله والله نسأل الله السلامة والعافية، أنت الذي خلقت هذا الشعب وأنت الذي تتحمله، ولم أخلقه أنا ولم ألده أنا ولست أنا مسؤولا عن ذلك، أنت حملتني أمرا أنا لا أطيقه، فأنت عياذا بالله أنت إله ظالم. منتهى قلة الأدب من الآخر، بعبارة صريحة، بعبارة مباشرة، بعبارة واضحة، منتهى قلة الأدب في مخاطبة الرب سبحانه وتعالى. هل يتصور إنسان أن موسى عليه السلام كريم الرب الذي كلمه الرب سبحانه واختصه بذلك في هذه الدنيا يخاطب الرب سبحانه وتعالى ويقول أنت أخطأت باختياري، وأنت أخطأت بتحميل هذه المسؤولية، وأنت أخطأت بتملصك من هذه المسؤولية؟ هذا كلام نبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لم يتفرد موسى عليه السلام بهذا الكلام المنكر، بل هذا الكلام شاركه فيه من؟ أيوب النبي، شاركه فيه أيوب النبي. ويعني عندما تقرأ العبارة التي قالها أيوب النبي أو التي تنسب إلى أيوب عليه السلام، تدرك أن الذين كتبوا هذه الكتب، هذه الأسفار في الكتاب المقدس، هم من عامة الناس، يعبرون عن الصيغة الشعبية في التذمر والتأفف والإعراب عن غضبهم الشديد في خصوماتهم البشرية. فلما أرادوا أن يعبروا عن هذا الأمر عبروا عنه بهذه الصورة البشعة المنكرة. طبعا أيوب عليه السلام هو الإله، هو النبي العظيم، النبي الصابر الأواب الذي صبر على محنة المرض واستمسك بحبل إيمانه بالله سبحانه وتعالى وثقته في عدله وإحسانه. لا هو في سفر أيوب في الكتاب المقدس، سفر يعني باللغة العربية يعني كتاب، سفر كتاب أي كتاب أيوب في الكتاب المقدس، والكتاب المقدس يتكون من مجموعة كتب صغيرة. في سفر أيوب نقرأ شيء ثاني تماما، نقرأ كما هو أمامكم الآن ماذا يقول أيوب النبي. ماذا يقول أيوب النبي؟ يقول أيوب النبي في الفصل 10 العدد الأول إلى العدد الثالث، يقول قد كرهت نفسي حياتي، يعني كما يقول أهل الشام يعني عوفني في حياتي، ويقول أهل يعني تونس كلاما قريبا من ذلك عند اشتداد الغضب. يقول قد كرهت نفسي حياتي، أسيب شكواي، أتكلم في مرارة نفسي قائلا لله لا تستذنبني، فهمني لماذا تخاصمني، أحسن عندك أن تظلم، أن ترذل عمل يديك وتشرق على مشورة الأشرار. يقول له أنت سبب أنا كرهت نفسي وكرهت حياتي، خبرني لماذا تنزل علي هذا البلاء، فهمني لماذا تخاصمني، فهمني. يعني هذا النبي لا يرى في هذا الإله إلا الجور والظلم والعدوان. هذا الكلام الذي ينسب إلى نبي الله داود هو عين الكلام
الذي يقوله الملاحدة اليوم. الملاحدة اليوم يقولون إن ما يسمى بمشكلة الشر أو معضلة الشر the problem of evil، هذه المشكلة تدل على أن هذا الإله إن وجد بقول الملاحدة إن وجد فهو ظالم، ولأن الإله كامل فلا يمكن أن يوجد كما يقولون في تتمة اعتراضهم. عين هذا الكلام هو الذي يقوله أيوب. طبعا أيوب هنا يزيد إسرافا في شتم الإله سبحانه وتعالى، يقول له: أيها الإله، لماذا تخلق الإنسان وتلقيه في هذه المحرقة؟ ويزيد أنه يقول له: وتشرق على مشورة الأشرار، أي أنك يا إله لست فقط ظالما بأنك تجني على الأبرياء، وإنما أنت تحسن إلى الأشرار. هناك ملاحدة يعرضون مشكلة الشر ولا يقولونها بهذه الصيغة البشعة، يقولون الإله ظالم لكل الناس أنهم خلقهم في هذه الدنيا التي فيها يعني مآسي ومنكرات، لكنهم لا يقولون إنك تحسن إلى الأشرار. أيوب جاء بأسوأ صيغة لمشكلة الشر عرضها في هذا الكتاب. هذا الإله كيف يعاقب الأبرار، وهذا هو حال النبي العظيم أيوب عندما يردح للإله ويشتمه وينكر عليه فعل يده. طيب ماذا يقول داود النبي؟ داود النبي أيضا النبي عظيم صاحب المزامير الذي يحسن القول ويحسن التسبيح ويحسن تعظيم الرب باتفاق المسلمين والنصارى. ماذا يقول؟ يقول داود عليه السلام كما هو أمامكم في الفصل 18 العدد 42، يقول يتحدث في كلام طويل، يقول: يستغيثون ولا من مغيث ويدعون الرب فلا يستجيب. هذا هو الإله الصامت، الإله الغائب. وهذه مشكلة the hiddeness of God، مشكلة فلسفية تقول إن الإله غائب لا يدركه العقل ولا تدركه النفس، لا يترك آثار وجوده وآثار كماله وآثار عظمته وآثار رحمته على الأرض. هذه المشكلة الفلسفية الإلحادية هي التي يذكرها داود عليه السلام في الفصل 18 العدد 42. الناس تستغيث بك أيها الإله فلا تغيث، الناس يدعونك أيها الإله فلا تستجيب. وتعلمون أن من اعتراضات الملاحدة اليوم يقولون إن الناس يدعون الإله أن يستجيب لهم فلا يستجيب، وهذا دليل على غياب هذا الإله. عين هذه المشكلة التي رد عليها علماء الإسلام طويلة وبينوا الصواب فيها وليس هنا مجال الحديث فيها، عين هذه المشكلة يقدمها داود النبي بصيغة أيضا ردح مقدس. مقدس النصارى في الكتاب المقدس يشتمون الرب، يعدون عليه في القول. هل هناك أنبياء آخرون يمارسون هذا الردح المقدس؟ نعم. إذا قرأت في سفر حبقوق كما هو النص أمامكم الآن، الفصل الأول العدد 2 والثالث، يقول النبي حبقوق وهو نبي غير مذكور في القرآن الكريم، يقول: حتى متى يا رب أدعو وأنت لا تسمع، أصرخ إليك من الظلم وأنت لا تخلص، لماذا تريني إثما وتبصر جورا، وقدامي اغتصاب وظلم ويحدث خصام وترفع المخاصمة نفسها. حبقوق النبي هنا يقول للإله بصورة أوضح مما سبق: إنك أيها الإله لا تسمع دعوة المظلوم، دعوة الصارخين إليك الذين يطلبون عدلك في هذه الدنيا. الناس تجأر إليك، تمد أيديها إليك لترفع الظلم، وأنت لا تبالي، أنت لا ترفع هذه المظلمة لحكمة، أنت لا ترفعها بسبب اللامبالاة. هذا نوع من التصور السيء لمعنى الألوهية تجده إما عند الملاحدة الذين ينكرون وجود الرب،
أو تجده عند الربوبيين الذين يقولون بإله أرسطو الإله الذي خلق العالم من عدم، أو كما يقول أرسطو الإله الذي شكل العالم من مادة أولية ثم نأى بنفسه عن هذا العالم وترك العالم بإجرامه وفساده ومنكراته، يضرب الظالم المظلوم ويعدو المجرم على البريء. هذه هي الصورة التي يعرضها لنا النبي حبقوق. هذا هو إله الكتاب المقدس، هذا هو إله النصارى، إله النصارى الذي لا يسمع دعوة المستغيث برحمته. هذا وجه آخر، شهادة أخرى من الكتاب المقدس في شتم الرب، في العدوان على إله الكتاب المقدس. هكذا ترون هذا الإجرام الذي يمارس على معنى الألوهية، كمال الألوهية. طيب، نحن الآن نتحدث في هذه السلسلة التي هي تحت عنوان مشكلتي مع يسوع. فلماذا ذكرنا هذه المسائل في أمر عدوان المقدسين على رب العالمين في الكتاب المقدس؟ ذكرنا هذا الأمر لأننا سنذكر أمر يسوع أيضا. طبعا أمر يسوع وقضية ما حصل معه من أن الإله قدمه ليموت تحت الصفع والضرب والبصاق كما في الأناجيل، إله يبصق في وجهه ويضرب على قفاه حتى يدمع. الإله المذلول في الكتاب المقدس أيضا يقدم لنا شهادة أخرى على العدوان على الإله في الكتاب المقدس. سورة المسيح نفسها هي صورة عدوان على الإله، لكنني سأقدم صورة أخرى في قصة المسيح، وهو ما كان من أمر رجل يعظمه النصارى. النصارى يعظمون بطرس زعيم الحواريين كما يقولون، لكننا نقرأ أمرا عجبا في أمر بطرس. بطرس التلميذ النجيب للمسيح عليه السلام له قصة عجيبة يذكرها مؤلف إنجيل مرقس ومؤلف إنجيل متى. نقرأ في إنجيل مرقس في الفصل 8 العدد 27 إلى العدد 33. نقرأ كلام عجب، قصة تتحدث عن أمر وقع بين بطرس ويسوع. نقرأ: ثم خرج يسوع وتلاميذه إلى قرى قيصرية فيلبس، وفي الطريق سأل تلاميذه قائلا لهم: من يقول الناس إني أنا؟ فأجابوا: يوحنا المعمدان، أي يحيى عليه السلام. المسيح يسأل تلاميذه: ماذا يقول الناس عني؟ فأجابه تلاميذه قالوا: هناك ناس يقولون أنت يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون واحد من الأنبياء. لاحظوا أنهم لم يقولوا ولا مرة إن الناس يعتقدون أنك إله، رغم أنه قد أجرى معجزات كثيرة أمامهم. فانتهرهم، أي انتهر المسيح تلاميذه، فانتهرهم كي لا يقولوا لأحد عنه. وابتدأ يعلمهم أن ابن الإنسان، أي المسيح عليه السلام، في قراءة النصارى، يعني النصارى يقولون ابن الإنسان في الأناجيل هو المسيح عليه السلام. وابتدأ يعلمهم أن ابن الإنسان ينبغي أن يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل، وبعد 3 أيام يقوم. وقال القول علانية. فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره، فالتفت وأبصر تلاميذه، فانتهر بطرس قائلا: اذهب عني يا شيطان، لأنك لا تهتم بمال الله لكن بمال الناس. وهو ما جاء أيضا في إنجيل متى الفصل 16 من العدد 22 إلى العدد 23 في صيغة قريبة من ذلك. طبعا النصارى هنا في محنة. كيف يقف زعيم تلاميذ المسيح الذي يؤمن بألوهية المسيح، كيف سمع المسيح يتحدث فلم يعجبه الكلام، فطلب من إلهه أن يأتي إليه، أو ذهب بطرس إلى إلهه ليحدثه وينتهره. أتعلمون ما معنى ينتهره؟ ينكر عليه بغلظة وشدة وحدة.
بطرس التلميذ أعلم الناس بحقيقة المسيح يقول للمسيح إلهه إنك مخطئ، يقولها له بشدة وبحدة وبانتهار غليظ. هذا مقدس آخر من مقدس النصارى يسيء إلى الرب سبحانه وتعالى إن قلنا بفهم النصارى لقضية أن المسيح عليه السلام إله. طبعا نحن لا نقبل أن يفعل بطرس هذا الأمر للمسيح النبي، فكيف سنقبله يقبل أن يفعله للمسيح الإله؟ طبعا قد يأتي الإنسان ويقول لك لا المسيح، بطرس هنا ما كان يعلم أن المسيح إله. طبعا النصارى لهم مخارج غريبة جدا من الحقائق التي تنكر على كتابهم وعلى عقيدتهم. يقول لك لا بطرس ما كان يعلم، إلى تلك المرحلة لم يكن يعلم. طيب لماذا لم يعلم؟ إذا كان رأى المعجزات وسمع المسيح وكل هذا الكلام لماذا لم يعلم؟ بعيدا عن ذلك، هذا الكلام هذا الاعتراض منكر غاية النكارة. لماذا؟ لأن الذي لا يعرف إلهه فهو كافر في جميع الأديان، الإسلام، النصرانية، اليهودية، المجوسية، الهندوسية، كل هذه الأديان تقول من لا يعرف إلهه فهو كافر. فإذا كان بطرس عليه السلام إلى تلك المرحلة لم يعلم أن المسيح إله، فهو لم يعرف إلهه فهو كافر، فكيف يكون كافرا ويكون زعيم الحواريين؟ هذه مصيبة. الأمر الثاني، المسيح قبل هذه الحادثة مباشرة، قبل هذه الحادثة مباشرة، يعني قبل دقائق، كما في إنجيل متى الفصل 16 العدد 17 إلى العدد 19 يقول: أجاب يسوع قال لبطرس، قال له: طوبى لك يا سمعان بن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات. وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات. إذن بطرس ليس شخصية عادية، بطرس معظم معصوم قد أعطاه المسيح مفاتيح الجنة، وأيضا كل ما يحله بطرس على الأرض يكون حلالا، وكل ما يحرمه بطرس على الأرض يكون حراما. وهذا النص، عين هذا النص، اتخذت منه الكنيسة الكاثوليكية قاعدة عقدية في قضية سلطان البابا. البابا هو في العقيدة الكاثوليكية هو وريث بطرس. بطرس كان زعيم الحواريين، البابا هو زعيم الأمة النصرانية في كل زمان، ولذلك البابا قد يحل ويحرم. فلاحظ هنا كيف سنصدق أن بطرس غير ملوم، في حين أن بطرس قبل دقائق قد وصفه المسيح عليه السلام أنه بهذه الصيغة، بهذه الصفة. ثالثا، كيف نعذر بطرس والمسيح نفسه لم يعذره في عين هذه الحادثة؟ في هذه الحادثة المسيح لم يعذر بطرس، المسيح نفسه لم يعذره، بل وصفه أنه شيطان، كما في متى الفصل 16 العدد 23 قال له: اذهب عني يا شيطان، أنت معثرة لي، لأنك لا تهتم بمال الله لكن بمال الناس. إذن المسيح حسم الجدل وقطع كل لسان يجادل في هذا الباب بأن بطرس أتى بكبيرة عظيمة منكرة. وهذه إحدى مشاكل مع يسوع المسيح، مسيح الكنيسة، أنه يقول القول ويقول بضده، يفعل الفعل ويفعل ضده، مضطرب غاية الاضطراب. يسوع المسيح في الأناجيل مضطرب غاية الاضطراب، مشوش الذهن، مشوش الفعل. كيف يأتي لإنسان فيقول له: أنت قديس معصوم تحل ما تشاء وتحرم ما تشاء وبيديك مفاتيح الجنة، بعد دقائق يأتي هذا الشخص فينتهر يغلظ القول على المسيح عليه السلام، فيقول المسيح: أنت شيطان. نحن لو لاحظنا هذا الفعل في أي إنسان سنقول هذا إنسان غير مؤهل للتعامل مع الناس، لا يحسن الحوار، لا يحسن معرفة الناس، لا يحسن معرفة أقدار الناس. فكيف سنقبل هذا الكلام في إله؟ في دقيقتين قلب رأيه من البياض إلى السواد، من المدح إلى الردح،
شيء منكر، شيء غريب. هذه هي إذن صورة المسيح عليه السلام في الأناجيل. إله لا يعرف ما يفعل، ولا يعرف الناس، ولا يعرف قيمة الناس، يمدح بإسراف ويهجو بإسراف. طبعا هو يشكل الصورة العادية المألوفة في الكتاب المقدس، لأن الإله في الكتاب المقدس إله يستحق أن ينكر عليه، لأنه مضطرب في فعله، ظالم في فعله. حتى تأولاته تأولات باردة منكرة، وبالتالي اضطر موسى النبي، حبقوق النبي، داود النبي وغيرهم أن ينكروا عليه إنكار شديد. حتى قال له موسى عليه السلام: هل أنا حملت وهذا الشعب وأنجبته حتى تلزمني به؟ غاية في النكارة. على كل حال، هذا الموضوع يحتاج نفس هادئة تفكر فيه، وأنا أضمن لك 5 دقائق تجلس تفكر مع نفسك ستخرج من النصرانية، و5 دقائق تفكر مع نفسك تخرج من اليهودية، لأن هذا أمر ينطبق على اليهودية. فكر فقط في كمال الإله. خصومة المؤمنين بالله مع الملاحدة هي أساسا في وجود الله سبحانه وتعالى وكماله. إذا أنت كنت ستؤمن بالإله مع إهدار كماله، فأنت والملاحدة على طريق واحد. حاول أن تفكر، حاول أن تنظر بهدوء، اجلس مع نفسك وفكر في هدوء. قل: أنا أعبد الرب سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض، الإله العلي العظيم الكبير، الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي حاز الكمال كله، الإله الحكيم العدل. أنا أعبد هذا الإله. إن كان هذا الكتاب المقدس، إن كان هذا الكتاب المقدس يقدم الحقيقة، فأنا سأخذ به. إن كان يطعن في كمال الله، سواء من خلال صوت الرب عهد القديم أو يسوع المسيح في الأناجيل، أنا سأرفض هذا الكتاب، سأتركه جانبا، وسأذهب وأبحث عن الإله الحق. كن صادقا مع نفسك. إن كنت ستقبل بهذه الصورة القبيحة المنكرة للإله، فلماذا تختار النصرانية؟ عندها ستنفتح أمامك كل أبواب الأديان، لأنك أنت فعندك معيار الوزن ومعيار معرفة الحق من الباطل. إذا كنت لا تميز، ويستوي عندك أن تؤمن بالإله الكامل والإله الضعيف، أو الإله المشوه، أو الإله المشوش، أو الإله المضطرب، إذا استوى أمر عندك فاعبد أي شيء، اعبد صخرة، اعبد حجر، اعبد عمود كهرباء، الأمر يستوي عندها. أنا أدعوك إلى النجاة، أنا أدعوك إلى النجاة. لن تنجو إلا بتعظيم الرب. عظم الرب سبحانه وتعالى في نفسك، في قلبك، عندها ستترقى في معرفة الحقيقة. ادعو الله سبحانه وتعالى، قل: يا رب، أنا أؤمن بكمالك، أؤمن بعظمتك، أعتقد أنك أنت الأحد الصمد الذي ليس كمثلك شيء، أنت الكامل في صفاته وفي أسمائه. إنني أطلب طريقا إليك، ولم أجد في هذا الكتاب طريقا إليك، لأن هذا الكتاب يدنس الصورة الكاملة التي يطلبها العقل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.